السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أكلات مريم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وكدوزوا الصيام ديالكم بصحتكم مزيان، والله يقبل منا ومنكم الصيام يا ربي. وصفتنا لليوم مائدة الإفطار جدا بسيطة وسهلة في متناول الجميع وعلى قد الجيب، بلا ما نعجنو او ندلكو. غادي نحضر معكم جوج وصفات اقتصادية وسهلة. نتمنى تكملوا الفيديو حتى الاخير وكنشكركم. ونبداو على بركه الله. جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، جوج معالق من الزيت النباتيه، ونضيف الملحه اللي ضروريه، وواحد قبيصه ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نضيف الماء. بالنسبه غادي ندير انا الكريب هنا بلا حليب بلا بيض، غير بالماء فقط. عجينه ديال تاكوس سائله، غادي نعمل عجينه ديال تاكوس سائله. صافي هنا غادي نحرك مزيان وغادي نعملها في مونينيكس. نزيد الماء، مازال خصني هنا الماء، غادي نزيد باش تجيني بحال الخليط ديال الكريب. ضروري خص يكون الخليط ديالها ما عقدش بزاف، يكون بحال الكريب. صافي هنا غادي ندوزها في مونينيكس نطحنها. الا عندك الميكسور ديريها في الميكسور، انا غادي نفضل نعملها في مونينيكس. وغادي نطربها ونخويها ونخليها ترتاح جوج دقائق فقط. الا كان عندك الوقت حتى 3 دقائق 4 دقائق ماشي مشكل. انا ما عنديش الوقت، خليتها غير جوج دقائق وغادي ندوز نطيبها. غادي نطيبها انا في مقله اللي تكون ما كتلصقش. عندي انا هذه صغيره، الا عندك كبيره بغيتي تعمليهم طاكوسات كبار كيبقى على حساب اللي بغيتي. صافي هنا غادي نبدا نخوي فيها. هنا راه كما راح الصوره بكل سهوله كتحيد. غادي نخليها حتى ينشف لهداك الوجه ونقلبها. نبدا نقلبها هنايا كما لاحظتوا راه كتبدا تنفخ. صافي غادي ندير سباتولا وغادي نبدا ندور فيها. انا بغيتها تاخذ لي واحد اللوين اي تكون شاده راسها، واللوين حميمر ناقصه انا على البوطه. صافي غادي نحاول نبرك من الوسط شويه كي تلاحظوا راه كتنفخ. فين نخليها نحيدها، نحاول نبدا نقلب فيها حتى تحمر لي، حيت ما فيهاش السكر، ما عملتش فيها السكر، ما تحمراتش دغيا. انا فضلت نخليها شويه تحمر باش ما تجينيش معجنه. ضروري ندير السكر كما لاحظتوا حتى تعمل دوك البويقات راه كتنفخ. صافي غادي نحيد الاولى، او عفوا الثانيه. هنا راه جربت الاولى بنفس الطريقه، غادي ندير الثانيه ونبدا نبرك عليها. صافي غادي نحيدها ونزيد بنفس الطريقه. غادي نزيد الثالثه. الا عندك مقله كبيره كتبقى عمليه اكثر دغيا كتسالي. من الافضل ديري مقله كبيره اللي عندك. انا عندي غير هذه ديال البغريريه اللي ما كتلصقش، هي اللي عملت. هنا من بعد ما شفت الوجه ديالها ما بقاش، ضروري خصها تنشف من الوجه عاد قلبوها. هنا راه ما كندهنش نهائيا المقله، هذاكشي باش خصكم المقله ما كتلصقش. غادي نستمر بحال كنطيب الكريب عادي. غادي نستمر حتى نسالي الكميه ديالنا كامله ديال الخليط. بالنسبه للخليط راه عطاني 12 حبه، حتى عطاني 13 حبه هكا تقريبا. غادي نديكم 13 حبه مزيانه، كتجي مزيانه، تتبقى على حساب عدد الاشخاص، ولكن 13 حبه صغيره. ندوز دابا للعماره. نعمل الزيت النباتيه. غادي نعمل غادي نعمل البصله مقطعه. الا عندك الخضاريه استعمليها. انا عندي البيضه واحد الحبه صغيره الحمراء، اللي كان اي حاجه عندنا غادي نستعملوها اللي عندك متوفر. الا عندك غير البصله الخضاريه راه فايت لي خدمت معكم فيديوهات غير بالبصله الخضاريه. غادي نخليها حتى تهبط وضفت لها الملحه تشحر مزيان. وغادي نضيف لها الكفته ديال لادانت. انا فضلت الكفته ديال لادانت حيت تعطي كميه كثيره. ولا بغيتي تعملي صدر ديال الدجاج اعملي. انا فضلت كما قلت لكم الكفته ديال لادانت كتعطي كميه وفيره. صافي هنا غادي نبدا ندخل ديك البصله ديك الكفته. بالنسبه للكفته انا شريتها مشرمله، الا ما شريتيهاش مشرمله غادي تضيفي لها العطريه. انا هذه واخا مشرمله ضفت لها شويه ديال الخرقوم على حساب اللوين وشويه ديال الابزار. الا ما شريتيهاش فيها العطريه غادي تضيفي فيها شويه ديال السكينجبير، ولا عندك القزبور مدقوق ضيفوهم على العطريه اللي ضفت. انا عندي فيها انا العطريه، فضلتها نشريها بالعطريه كتكون زوينه. صافي نبدا هنا، نبدا بحال كنفرتت ديك الكفته ديال اللادان تتكون ناشفه. ضروري خصها تكون شي شويه كميه ديال الزيت. انا عملت غير واحد 3 المعالق فقط ديال الزيت النباتيه. ونبدا نشحر هنا ونخليها تشحر على خاطرها.
كتجي زوينه حتى هي في المذاق، وكتكون طايحه ثمن. من الافضل طايحه ثمن. الا بغيتي تشري الاخرى ديال البكري ولا هذا كتكون طالعه شويه ثمن. كما قلت لكم على قد الجيب. صافي هنا غادي نضيف خيزو هو اللي رخيص، غادي نضيفو. نزيد باش كتزيد الحشوه ديالنا كتزيد تكتار، راه ما كيبدلش المذاق نهائيا كيما ضفتيه كيما ما ضفتيش، غير هو كيزيد الحشوه او العماره كيزيدها تكون كثيره. هادشي باش ضفتو حتى القرعه الخضريه او الكورجيت هي اللي بغيتي تضيفيها على حساب كما قلت لكم العماره تكون كثيره. صافي هنا غادي عملت هنا المايونيز او عفوا عملت الكيتشوب عملته في الدار. انا كنعمل الكيتشوب ديال الدار، كنعملو غير في الدار. وهنا ضفت له المايونيز انا كنشري هذا الجاهز كنفضلو. صافي غادي نطرب مزيان. الكيتشوب راني زدت له انا الحار باش تيجي زوين، داك الحار مشارك مع الكيتشوب والمايونيز كتجي صلصه زوينه. انا غادي نبدا نعمر في لي كريب ديالنا او العجينه ديال طاكوس سائله. صافي غادي نبدا ندهن الصلصه كامله على الوجه باش كتجي عامره صلصه، ونعمر وندير هنا الفريت. بالنسبه للفريت هنا عملتها انا في الفران، حبه كبيره عملت لها شويه زويته بلديه ودخلتها للفران خليتها تطابت. وغادي نضيف الكيسو. الا بغيتي تقليها كيبقى على حساب، هي في الفران كتجي صحيه اكثر، كنفضلها انا في الفران وما كتاخذش حتى الزيت، ما كتشربش الزيت. صافي هنا غادي نلوي بهذا الشكل هذا. غادي نلوي الطاكوس ديالنا الاول وغادي نزيد الثانيه بنفس الطريقه. غادي نعمل الصلصه على الوجه، وهاد الصلصه كتجي زوينه. المايونيز مع الكيتشوب والحار كيجي رائع. وكاين اللي كيدير لاصوص انجيريا، انا كنفضل هاد لاصوص كتجي زوينه. دابا غادي نضيف كميه ديال الكيسو. الا ما عندكش الكيسو عملي غير شي طريفه الفرماج، ولا ما عندكش ماشي بالضروره نهائيا، كيبقى على حساب اللي عندك. اللي متوفر هو اللي غادي تخدمي به. انا غير عندي هنا الكيسو وكيعجبني حتى في المذاق ديالو كيزيد اضافات. صافي هنا غادي نزيد الثالثه. الا عملتي الصلصه غير كثريها كما قلت لكم، الصلصه راه كتعطي مذاق زوين. الحشوه ديالنا نضيف الكيسو. هنا حبه ديال الكيسو فرقتها على 3 او 4، فرقتها على 3 ديال الطاكوسات. صافي بغيتي تعمليها الطويه عمليها، او بغيتي تعملي الطويه ديال الطاكوس انا غادي نوريكم الطويه ديال الطاكوس عاديه على حساب الطويه اللي بغيتي. انا هنا فضلت 6 غادي نديرهم في الفران و6 غادي نديرهم في المقله. صافي هنا غادي ندير الطويه ديالنا ديال الطاكوس غادي نوريكم. ضروري غادي ندهن الصلصه وغادي نضيف الحشوه ونضيف فوقها الفريت وفوقها الكيسو كميه لا باس بها ديال الكيسو، ونجمع نطوي الجوانب بهذا الشكل. الطويه ديال الطاكوس ديالنا العاديه نحاول نقادها بهذا الشكل هذا. نوريكم هنا راه تساليت الكميه. عاد الفيديو تفكرت راه ما صورتش هذا المقطع هذا ديال الكميه ديالنا. صافي غادي ندوز هنا غادي ندير كما قلت لكم 6 في الفران بهذا الشكل هذا. غادي ندير لهم شويه ديال الموتزاريلا، عفوا ديال الموتزاريلا. الا بغيتي تعمليهم غير بوحدهم ودهنيهم غير شويه بالزويته او شويه بالبيض كيبقى على حساب اللي بغيتي. انا فضلت نضيف لهم شويه د الموتزاريلا. الا عندك الفرماج كيبقى على حساب اللي بغيتي. وغادي ندخلهم الفران ونخليهم واحد 10 ديال الدقائق هكاك حتى ياخذوا لي واحد اللون ذهبي. وهنا زينتهم بشويه ديال الفلفله والزيتون. الزين كيبقى اختياري. غادي ندوز للثانيين. هنا عملتهم في المقله. الا عندك الاله ديال البانيني، انا عملتهم في الاله ديال البانيني وما صدقوليش. صافي فضلت نعملهم في مقلاه، حتى مقلاه وتكون النار اللي نوسع عليها النار تكون متوسطه، وخليهم ياخذوا اللون باش يجيو مقرمشين. انا كنفضل الحاجه تكون مقرمشه تكون زوينه. صافي هنا غادي نخليهم يطيبوا ونقص عليهم النار، نحاول نطيبهم داك الجوانب. لكم النار تكون متوسطه وخليهم ياخذوا داك اللون ذهبي باش تجي كل حاجه طيبه على خاطرها وتجي زوينه. راه طاكوس كيجي رائع. صافي هنا غادي ندوز من بعد ما ساليت كميه غادي ندوز نحضر معكم
البسبوسه. غادي نعمل قبيصه الملح، بيضه واحده من الحجم الصغير او الحجم المتوسط اللي عندك او الحجم الكبير. غادي نضيف 2 معالق كبار يكونوا ممتلئين، وقشور ديال قشور ديال البرتقال، ونضيف الفاني. الا بغيتي تضيفي القشور ديال الحامض ضيفي، كيبقى على حساب. الا عندك حتى نكهه ديال البرتقال حتى هما دوك النكهات كيكونوا زوينين الصراحه. هنا ما عنديش، انا ضفت القشور ديال الحامض. وغادي نضيف 4 كاس من الزيت النباتيه، 4 كاس فقط ديال العنبه. صافي هنا غادي نطرب مزيان داك السكر، وغادي نضيف كاس ديال اللبن ونطرب مزيان الخليط. انا كنفضل اللبن بزاف في البسبوسه، راه كيجيبها واعره الصراحه. غير جربوه اللي ما عمرو جرب اللبن بالبسبوسه او في الكيكه، انا كنفضلو بزاف الصراحه. كيسرع الكيكه وكيسرع البسبوسه، كيجيو رائعين، كيجيو هشاشين. اللبن كيعطي واحد الاضافه للكيكه ولا البسبوسه كتجي هشيشه. انا ضفت ملعقه ديال الكوك. الا عندك كثيره ضيفي حتى 2 معالق، انا كنضيف على حساب الكميه اللي عندي. وغادي نضيف هنا السميده. انا كنوريكم هنا ضفت تقريبا واحد نصف كاس ديال السميده الصفراء ونصف كاس ديال السميده البيضاء. انا راه كنخلطهم السميده البيضاء مع السميده الصفراء. السميده البيضاء رخيصه والسميده الصفراء طالعه ثمن. كنخلطهم ما كيجي تغيير، كيجي هو هذاك حتى اللون كيجي زوين. وغادي نضيف واحد الخميره من فئه 8 الغرامات، ونحرك البسبوسه ديالنا او الخليط ديال البسبوسه نحركو مزيان. انا كنوريكم الحاجه اللي تنستعمل انا ديما السميده البيضاء والسميده الصفراء، ديما كنخلطهم باش كتجي ناقصه ثمن وكتجي الحاجه زوينه. صافي هنا غادي ندير ليمون. انا عندي هاد المربعين، الا بغيتي تعملي مول كبير كيبقى على حساب اللي بغيتي. خليتها انا ارتاحت واحد 3 دقائق على من ما شربات. ضروري خليوها ترتاح واحد 3 دقائق على من ما تشرب ديك السميده، باش كتجينا حتى البسبوسه كتجي من الداخل حبه مع حبه. صافي هنا غادي نعمر ديك الليمون. عندي انا مربعين، بيضه وحده عطاتني 10 الحبات من المول الصغار. الا كانوا عندك دوك المول كبارين دايرين غتعطيك 7 الحبات حتى ل 8 الحبات. صافي هنا غادي نعمر ونضرب دوك اللاطات، نضربهم على سطح العمل، والفران يكون شاعل من قبل، وندخلهم الفران يطيبوا. بالنسبه للطياب ما غاديش ياخذوا لي بزاف ديال الوقت، 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش هما الوقت بزاف في البسبوسه. وعادي الا عملتيها في المول كبير كتجي دغيا كتساليها. صافي ندخلها الفران. عندي الفران انا ديال البوطاغاز، وندوز نحضر السيرو باش غادي نسقي البسبوسه. عملت هنا الفاني والماء والسكر فقط، هادشي باش غادي نسقي البسبوسه ونخليه يطبخ. ومنين نخرج البسبوسه سخونه نجيب ملعقه ونبدا نسقيها. انا كنفضل هذا اللون يكون حميمر شويه. الا ما بغيتيش اللون يكون حميمر خليها كما قلت لكم 15 دقيقه. كتعجبني انا ملي كتزيد تحمر شويه، كيعجبني المذاق ديالها. كاين اللي كيبغيها تكون اللون ديالها صفيفر، انا كنفضلها تكون محمره هكا بهذا الشكل هذا. صافي نخليها تبرد وعاد نحيدها من الليمون. بالنسبه لسلطه الفواكه، انا عملت تمر مقطع، عملت الليمون مقطع، الفريز مقطع، البنان مقطع على حساب اللي عندي. وغادي نضيف لهم واحد الياغورت بنكهه الموز. الا ما بغيتيش تضيفي الياغورت غير عصري غير واحد الليمونه وضيفيها. صافي هذه هي السلطه ديال الفواكه ديالنا، راه كتجي زوينه. غادي نعمرها في الزلايف. هذاك الشيء ساهل ودغيا كيوجد، ما كياخذلكش كما قلت لكم الوقت بزاف. الفريز مقطع، البنان مقطع، التمر مقطع. وبالنسبه للسكر درتي واحد ملعقه صغيره ديال السكر. بالنسبه للاضافات انا هنا زدت لها شويه ديال الكركاع، عندي متوفر. الا ما عندكش ماشي بالضروره، كيبقى على حساب اللي متوفر. صافي غادي نضيف لها شويه من الفوق وغادي نخليها تبرد ونقدمها. هذه هي الطبيله ديالنا من بعد الطاكوس ديالنا الاول. من بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو، كيجي صراحه زوين. اللي طيبت في المقله وهذا اللي طيبت في الفران على شكل سيجار، كيجيو رائعين. وحتى البسبوسه كتجي هشيشه، غير جربوها ببيضه واحده. وبالنسبه لما لقيتيش هاد المولات مربعين، غير المولات دايرين. وهذا هو الديسير ديالنا او السلطه ديال الديسير. بالنسبه للحريره بقات لي غير التيشه ديال الحليب، انا كنستعملها بزاف، هي اللي كتعجبني ديك التيشه ديال الحليب بالزعتر وفليو، راه خدمتها معكم في الفيديو السابق. وهذا هو العصير ديالنا، فيه الفريز والليمون وخيزو، حتى هو اللي كنستعمل بزاف العصائر.
كما قلت لكم الطبيله على قد الجيب وعلى قد المستطاع. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله، وخليت لكم الراحه والسعاده.